كذاب ليه صدقته. هما ليه الرجاله مفكرين ان الستات ما عندهمش حاسه سادسه يقدروا يجيبوا بس اعماقه من نظره عينيه؟ انتوا بتشككوا في قدراتنا ولا ايه؟ احنا عندنا رادارات لو شغلناها ولا CIA تقدر تجيبنا. بس الحقيقه بقى المحترف فيكو بيبقى رئيس نادي رجال السري وزعيم مافيا كمان. بس احب اقول لكم على حاجه، ان الراجل الكذاب لما بيكذب وبيكذب كذبه صح بيبقى بمزاجنا، وللاسف تاني ده بيحصل بس لما بنكون بنحبه، وده بيحمله جريمتين، انه كذاب وانه وجع قلب واحده بتحبه وكسر قلبها. وبما ان في الزمن ده الكدابين اتمكنوا وكتروا، تعالوا نشوف في الريبورتاج ده رأي البنات ايه والرجاله الكدابين هيقول عليهم ايه. كدبتي على حد قبل كده؟ بصي اكيد كدبنا يعني على حسب نوع الكذبه وعلى حسب عدد مرات ان هو كذب عليا. كدبت على مثلا حبيبتك او صاحبتك؟ هي فين اصلا؟ مش متجوز ومش خاطب. هل في مره المدام كدبت عليك؟ او بما ان اللي انا عريس جديد لا ما كدبتش بصراحه، بس اللي بيكذب بيبان. كدبت عليها في مره؟ لا ما حصلش، توقعنيش في الغلط. لا يعني مش كدب، في حاجه بتعدي بس. ايه ده؟ كلها كدبه يعني، في الاول وفي الاخر كله كدب. ازاي بقى بتقفش يعني؟ يعني بصي ربنا بيكون مدي لكل حد يعرف هو الحد ده بيكذب ولا ما بيكذبش، يعني هي احساس. اللي هو زي ايه بقى؟ حاجه ما حصلتش او حاجه عكس حاجه. حد بيحور يعني وبيعمل ان هو انا سافرت امبارح كنت فين؟ لسه جاي من الساحل حالا. كان ازاي في بيته؟ ساحل ايه ده؟ اخره كورنيش العجوزه. لا دلوقتي انت كدبت عليها في ايه؟ لا ما خلاص مش موجوده. قول لنا احنا طيب. لا. احنا اتفقنا اننا كبنات عندنا رادارات بتلقط الكذب من على بعد، لكن برضو في علامات واشارات بتكشف كذب ادم الحلو، واللي بتبان من تصرفاته، كلامه، حركاته، رياكشناته. ولو هو مش محترف او بيتعامل على انه ضامن النحوه بتاعته مش واخده بالها هيقول اي كلام وينساه، وهينسى هو قال ايه اصلا ولا حتى قاله امتى، وكل مره هتلاقيه بيرد رد مختلف ملوش اي علاقه بالرد اللي قبله، وهكذا. اسمع محروس. نعم. طيران دور على حسين وفهمه كويس، اذا سالته مرات عمه بهيجه يقول لها ان انا امبارح بالليل كنت سهران في مجلس الاداره. ايوه يا بهيجه. تاخد العربيه دلوقتي وتروح المحطه عشان تجيب سميحه. ما انت سامعه بودنك اهو، هيودي بطاطين الكنو. الشغل اهم ولا بنتك اهم؟ الصياديه جوزك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه انت ماشي من هنا ليه؟ رايح اسهر سهره اجدد بيها نشاطي. ومراتك اللي مستنياك في البيت؟ مراتي مين يا عم؟ ده انا بسبب حكايتك دي ضمنت حريتي 3-4 اشهر لقدام. النهارده في القسم مع ابن عمي، بكره في النيابه مع ابن عمي، بعده في السجن مع ابن عمي، وانا وابن عمي على ابن عمي.
تعالي بسرعه. الحمد لله على السلامة يا روحي. مش كنت تقولي بدل ما تيجي بتاكسي؟ المدام المشكلة لو ده طبعه فعلا مش مجرد جو وشو بيعمله عشان يبان قدامك ان هو سوبرمان او يهرب من موقف او يبرر تصرف، وانه يكذب ده عشان يسكتك وخلاص. في كذب ممكن نتغاضى عنه ونفوته، وخصوصا لو هو رجع وقال واعترف والموضوع عدى بهزار ومشي الحال، ووقتها اعتبرناها ان هي كذبة بيضة، مع ان الكذب ملوش الوان بس تمام هنعديها. وفي كذب بيكون هو مصمم عليه ومتمسك بيه وعايش فيه، اللي هو كذب الكذبة وصدقها زي ما بيقولوا. ومش بس كده، لا هو عاوزك كمان تعيشيها معاه وتقولي امين. القصة كلها والبداية المشكلة في الجدال اللي بيحصل بسبب الكذب، وانه فعلا طلع حلو وكذاب. طب ايه العمل بقى؟ في نوع بتواجه وبتختصر الطريق، ما عندهاش جهد ولا خلق، فبتقوله صراحة كده انت بتكذب يا خلف. واللي يحصل بقى يحصل بعدها، واللي يكون يكون، حتى لو هو انكر هي خلاص اكتشفت، واللي كان وتحمل بقى يا حلو النتيجة. النتيجة بقى انت وحظك، تلاقيها خناق، تلاقيها زعيق، تلاقيها خصام، تلاقيها فراق. اهم حاجة تكون على علم ان هي لو بتلعب اي لعبة عنيفة الحق نفسك واختفي من قدامها، لان وقتها ما نضمنش ايه اللي هيحصل لك، لان ولا الامم المتحدة هتنفعك وهتوحشنا. ونشوفك بقى على خير ان شاء الله في الجنة. أما بقى البنت الطيبة الجميلة اللي هتفضل شايل ذنب كذبك عليها لأنها لسه في جو ستات زمان، المتسامحة ومش مخوناك ومصدقاك على طول، دي بقى يا إما ما خدتش بالها أساسا من الكذبة، أو عرفت وسكتت خوفا من زعلك أو خوفا على خسارة علاقتكم، وفي كل الأحوال أنت شكلك وحش قوي قدامها. الكارثة بقى إنك ما تحسش أساسا إن شكلك وحش قدام نفسك، يا إما المشكلة الحقيقية هي لو عرفت واعترضت وقررت تكمل معاك، مش عارفة دي هتكون بتفكر في إيه أو إيه اللي في دماغها، والقرار العجيب ده إزاي تقتنع بيه أساسا. هل هي من كتر حبها فيك غمضت عينيها عن كذبك؟ هل هي عندها طاقة تحمل شخص حياته كلها كذب؟ هل انت ممكن من كتر حبك لجوزك تستحملي كذبه؟ اكيد لا، ما استحملش كذبه. لا خالص. ولا في كذبه صغيره ولا كذبه كبيره؟ اصل الكذبة الصغيرة هتجيب الكذبة الكبيرة. هو على طول بيكذب عليا اصلا، انا ببقى عارفه هو رايح فين بالظبط بس مش يعني بعدي الامر. يعني ايه اللي ممكن تستحمليه وممكن ما تستحملهوش؟ بالنسبه لي ان هو يقول لي ان هي مثلا صاحبته يكون بيكذب عليا وهي مش صاحبته وهي عشقته. مفيش بنت او ست او ايا كان تقبل ان جوزها يخونها يتجوز عليها. ما اقدرش اسامح على الحوارات دي. طب الست اللي بتقبل ان جوزها يكذب كتير وتقبل الخيانه بتقبلها ليه؟ عشان ضعيفه كده. في ستات غلبانه قوي. مش مقتنعة اصلا فكرة ان حد يقبل ان حد يخونه، اصل هو عمره ما هيقبلها على نفسه، فيعني هي تقلل من نفسها ليه للدرجة دي؟ ما اعتقدش ان ده صح اصلا. طب انت شايفه الصح ان هي تغفر له ولا احسن تنفصل وتعيش حياتها؟ لا، تنفصل احسن، لانه كده في الصغيره فيكذب في الكبيره فيفضل طول عمره كذاب، فخلاص. المعروف ان الست اهم حاجة عندها الامان اللي بيكون نتيجة ثقتها فيك. ازاي ثقة مع واحد كذاب؟ ولا انت المتاح قدامها وما عندهاش توازن في حياتها، او ما عندهاش شغل او اي ظروف تانية، الله اعلم. هو ايه اللي خلاها جت على نفسها وقبلت غصب عنها وخارج ارادتها؟ ولا خايفة على البيت والاسرة والاولاد، وان خلاص هو حر يكذب ما يكذبش، فقدت الامل فيه وقالت احافظ على بيتي وولادي واعمل له اجنور، ولا كأنه موجود ولا كأني شايفاه ولا سمعاه ولا كأنه عايش معانا اساسا. وبما ان النهارده حلقتنا عن كذب الرجاله، حبينا نجيب لكم حد لسه محقق نجاح قريب جدا في مسلسل الا انا بشخصيه حسام، اللي كل جروبات البنات تقريبا كده هجموا عليه وبهدلوه لانه زعل ايمان في المسلسل. وعشان نعرف تفاصيل اكتر عن الشخصيه اللي هي بتعبر عن الحلو اللي طلع كذاب، معانا النهارده نور بدر. ازيك يا نور؟ بعد كل المقدمه دي والكذب ده كله، ازيك يا نور؟ تمام الحمد لله. ايه يا حسام، عامل مشاكل ليه يا حسام؟ حسام مش عامل مشاكل والله، هو الموضوع كله هو كان في الاول فيه كده، مش هنكذب يعني، المسلسل كان مبين ده،
وعادي بنت عجبتني، فانت عارفه قلت الشباب، اضحك عليها شويه. وضحكت عليها. بس بعدين حصل شويه مشاكل كده، عرفت حاجات عنها، هي اللي كدبت عليا، يعني كدب البنات اوكي مش كدب الرجاله اللي هو عنوان الحلقه. فهي كدبت عليا الاول وخبت عليا حاجه، فانا عرفتها فقلت بقى بهدلها. استغلت الفرصه. استغلت. طب بما انك نور بقى، شخصيه نور، ليه كداب يا نور؟ ليه كده فرح؟ ليه كلكم كده؟ لا بصي هقول لك على حاجه، انت ممكن تكونوا واخدين بس فكره، يعني فكره من بره عن الرجاله اللي هم بيكذبوا وكده، بس احنا بنكون عاوزين نخبي عليكم ليه؟ علشان من هيودي المشكله. يعني يعني اقنعني والنبي. يعني انا مثلا دلوقتي لو انا شخص اعرف بنت وقابلت صاحبتي القديمه بالصدفه، لو انا جيت حكيت للبنت اللي بحبها دي هيبقى كارثه. لا مش كل البنات بعد اذنك بقى. اهو طبعا سوري. لازم يبقى في تحيز للموضوع. مش كل البنات على فكره بقى. طب عايز اسالك سؤال، تفتكر ليه الراجل بيعتبر ان الكذب ده اسهل حاجه ممكن يعملها؟ عشان نوعيه الرجاله، في رجاله بتحب الكذب دي، بتحب تريح دماغها. يعني ايه؟ نو مور انفورميشن، انا هكذب هبقى في السيف زون، مع ان اصلا لو هو استهزأ بذكاء الست ممكن يبات على السلم. ممكن تبهدله. ممكن يبات على السلم عادي. طيب هو ليه بيبقى اسرع واسهل طريقه ان الراجل يكذب؟ يعني اول حاجه بتيجي في دماغه انه مش انه يقول الحقيقه ويشوف هيعمل ايه، لا، اول حاجه بتيجي في دماغه انه يكذب. هقول لك، علشان هو زي ما قلت لك في الاول بيحاول يهرب، فايه الطريق اللي هو ده غلط، هو مش صح، بس ايه البوينت اللي انا ههرب بيها؟ ان انا هقول انا مثلا انا ما عملتش، انا ما شفتش، فهو بيفكر اول حاجه ان انا ايه، ابقى كذاب. فلما بيتعرف ان هو عمل او ان هو كذب، بيتحط في موقف اوحش بقى. يعني هو لو كمل الاول قال الصراحه، كان الموضوع هيبقى فيه حوار، هنتكلم هنتفق على حاجه، طب انت اللي كدبت عليا، طب انا كدبت عليك عشان كذا كذا كذا. انما شخص كذاب هيلبس في الحيطه. طب وانت كنور كذاب ولا هتلبس في الحيطه؟ خلينا في حسام. خلينا في حسام. حسام هيلبس في الحيطه. حسام لبس وتهزق جامد يعني. طب ايه الحاجه اللي تخلي ان الراجل يعني يكذب اساسا؟ هو مفيش حاجه اسمها ان انت تكذب. هو الصح انك ما تكذبش. قول مثلا لو انا جيت عملت حاجه غلط هاجي اقول، ولو اللي قدامي اتخانقت معايا اقول لها طبعا على فكره انا لسه قايل لك، يعني انت ممكن ما تعرفيش، هيبقى عندي لاين ان انا ابقى مش كذاب. طب ولما بيكذب بيبقى خايف ان هي تتقفش؟ يعني انت لو كذبت بتبقى خايف ان انت تتقفش؟ طبعا اي حد بيكذب بيبقى خايف لسبب ان هو عامل حاجه غلط. هو اصلا كان بتكذب ليه بقى؟ هو انا حاسس ان انا بتهاجم. لا هقول لك على حاجه، لما في حاجات لازم انتوا كبنات او ستات، مع احترامي الشديد لكله طبعا، كله طبعا هتغلط. كله طبعا هتغلط. في ستات بتدور على الخناق، صح ولا انا غلطان؟ يعني ازاي افتعل المشكله؟ طيب في رجاله بتتلكك، بتدور على اي. طب ما احنا لو قعدنا نقول في ستات وفي رجاله مش هنوصل لحل، بس في ده وفي ده، بس ايه المتداول؟ ان في كذب في الموضوع. اهو لا انا صريح، اعترفت. لا صريح بصراحه، ما كانش حسام كذب في المسلسل. طب عايز اسالك سؤال تاني بقى، ايه اشهر كذبه كذبتها او اكبر؟ هقول لك، كنت في مدرسه وطلع شهاده الامتحانات، فكنت ساقط في 4 مواد، فكنت اف. خدت الورقه وطلعت على المكان كده، عملت على الفوتوشوب خليت الاف دي اللي هي درجه النجاح بالظبط، عملتها بدل اف خليتها دي، ودخلت البيت بكل ثقه جدا. انا يا جماعه نجحت، خدت فلوس بقى النجاح وخدت كل حاجه وانا اصلا اوريدي بعيد السنه. طب وما عرفوش؟ لا عرفوا طبعا. ده بعد، وكان سواد عليا. بس بعد ما خلصت المشن يعني، ده كده كأذا حاجه فاميلي. اكبر كذبه كذبتها بسبب التصوير. ايه بقى؟ وصلت جامعه، انا كان عندي مشاكل في البيت بسبب موضوع الميديا والكلام ده كله. كان عندي تصوير اعلان في وقت الامتحان، فاينل الساعه 9 الصبح المفروض الامتحان، والساعه 8 الصبح حضور التصوير، وما قلتش لحد عن تصوير، ورحت صورت. كان اعلان في رمضان، رحت صورت ورجعت عملت ايه في الامتحان زي الفل، الدنيا تمام تحفه. قعدت سقطت في الماده طبعا. واحنا قاعدين في البيت اول يوم رمضان الاعلان جه، ايه ده مين ده؟ حلو قلت لها شايف فاكره يا ماما ده الاعلان اللي انا صورته. ساعتها بقى ما هو بقول لك في حاجات لما تكدبي فيها لازم تكدبي. لو كنت قلت لها ما كنتش رحت، انها اصلا كان في خناقه بسبب الميديا في البيت. اصلا بس فسقطت في الماده. بس الحمد لله. لا انا الحمد لله بقيت نور بدر اهو. بس الحمد لله حسام بتبهدل في حسام وكل حاجه تمام. بهدلت بجد جامد. بس ما اعرفش ليه انتوا بتهاجموا الناس كده. لا ما انتوا صعبين برضو يا حسام ولا يا نور.
طب ايه اشهر مبررات الراجل ممكن يقولها لما يكذب؟ بيهرب اصلا، ما بيطلعش مبررات، ممكن يتخانق. مبررات يعني انا ممكن لو حطيت في سيتويشن ان انا عندي مشكله ممكن اتخانق جدا، ازعق. عارفه كلهم بالصوت اللي هو لازم اعمل منظر عشان لو ست ما ناصحه تحسش. لو ست ناصحه بقى وعارفاك هتفضل لك عامله كده، تقول لها خلصت، حطيت في تكتيك. خلصت يعني ايه خلصت؟ طبعا خلصت، اصلا مفيش كلام للكلام. عايزه تكملي كلام؟ انا ماشي، انا سايب البيت. طب انت تقبل ان يعني صاحبتك او مراتك تكذب عليك؟ لا، فانت هتقولي لي طب وانت بتكذب ليه؟ صح؟ أنا عارف والله العظيم انا عارف. لا ما اقبلش بده. وساعات بتبقى على فكره الشخص اللي بيكذب ما بيكونش عايز يكذب الا لو هو مريض كذب. ده فدي حاجات كيسز مختلفه. بس انا كشخص اكيد مش حابب ان انا اكذب، بس في حاجات بتبقى يعني غصب عن الواحد. المفروض تقدرونا برضه. المفروض نقدركم حالا. انا عايز اخلص الحلقه دي، حاسس ان انا في النيابه مش عارف. ماشي، هقول لك على حاجه. الستات ممكن ان هي تسامح بس مش هتنسى، يعني هي كده مش هتنسى. يا ترى بقى انت هتخليها ازاي تتعامل معاك عادي اكنه يعني اكن اللي حصل ده ما حصلش؟ في ايه بالظبط؟ يعني هي كده هتسامحك بس عمرها ما هتنسى الا ان انت كدبت. انت بقى بعد كده يعني هتعمل ايه عشان تعرف ترضيها؟ بس انتوا عندكم حاجه. لما ايه انتوا دي؟ والله انتوا ستات عادي، ما احنا خلاص دلوقتي فريقين، احنا دلوقتي كده فرقتين. انتوا لما بتتخانقوا مع حد بتفتكر حاجات ما شاء الله، الله اكبر، من 2001 بتفتكر حاجات من فاهمه 97. طب انا لما كنت ما اعرفش فين عملت كذا، ابص لها كده ايه ده؟ انتوا ما بتدوش فرصه ان احنا ايوه يعني هي دلوقتي هتصدقك تاني ازاي؟ بصي في بوينت برضه، لو انت اللاين الثقه اللي ما بينك وبين الشخص اتكسرت في حاجه قويه ما بترجعش. بتفضل عايش طول حياتك في شك. لكن لو حاجات بسيطه ممكن تعدي عادي. يعني هتحاول ترضيها ازاي؟ هرضيها بقى مثلا بطريقه بصالحها بطريقه معينه. ممكن مثلا لو هي الموضوع كله مثلا سي على الواتساب او الموبايل او ان هي قفشت حاجه، هحاول اطمنها، هديها كل الحاجات المفاتيح بتاعتي. واجيب انا موبايل تاني عادي. نادي الرجال السري. لا هحاول اصالحها، هحاول اخليها تبقى مطمنه. احنا بقى كرجاله نطمن ازاي؟ اتفضلي. انا المذيع دلوقتي. مفيش الكلام ده. احنا كرجاله نطمن ازاي؟ احنا ثقه كده من غير كلام. ما هو ده اللي جايبنا ورا. تنصح بايه الرجاله الكدابه؟ معرفش ايه ده، السيره والكدابه. ازاي يعمل كده؟ انا عمري عملت كده. لا ما يكدبش طبعا. الرجاله الكدابه دي ما تكدبش. انا باين عليا؟ باين ان انت كداب. لا والله العظيم ما بكدب. ليه؟ رجاله كدابه مش بكدب، لا بس ما تكدبش لسبب. خليك دايركت زيي، يعني خليك زيي والله، خليك زيي، هتعيش في سلام. امدح في نفسك. هتتشتم في مسلسلات بس عشان الورق عايز كده، انما انت كحقيقه مفيش كده. انا كويس. زق اليوم معايا، زق اليوم معايا. مثلا يا نور انت نورتنا قوي وشرفتنا في برنامج حوارات بنات اهو. اسم البرنامج اصلا حوارات بنات. لا خلاص تمام كده. واستنونا هنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني مع فقرة الكوميكس. تعالوا نشوف الكوميكس بتاعتنا النهارده. سبتها ليه؟ كانت ذكية زيادة عن اللزوم وبتربط الأحداث ببعضها صح، وأنا ما بحبش كده. عايز واحدة يضحك عليها من الآخر. البعض الكذب عندهم متواصل وطاقة متجددة، فهم كاذبون إلى الأبد. لما الاقي واحدة بتحكي قد ايه حبيبها بيحبها، الحقي افرحي لك يومين بكره يخونك، كله عم يكذب على كله. ها اليم أمنة للرجال هي مأمنة للمية في الغربال. أفضل طريقة للتعامل مع الكذاب بعد كل فترة اسأله عن نفس الموضوع اللي كذب فيه واستمتع بقى بالتحديثات. أبديت. واحد وخطيبته ورايا فبيقول لها أنا مش نكدي، بس أنت اللي بتشغلي دماغك، وتشغيل الدماغ للست غلط عليها. أثبتت الدراسات أن الرجل يفقد 5 شعرات من رأسه بعد كل كذبة،
قال وانا اللي بقول ليه الرجاله تتجوز من هنا وتقرع من هنا. انت متجوز؟ مش قوي لا. وقبل ما نسيبكم هنعلن النهارده عن الفايزه على البيج بتاعتنا. انتوا كمان ممكن تكونوا من الفايزين لو تابعتونا على الصفحه بتاعتنا وعملتوا كومنت او لايك او شير. هستناكم الحلقه الجايه. انا فرح كمال. باي.